أطلق حساب تويتر الرسمي لأخبار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة سلسلة تغريدات بتصريحاته ظهر اليوم بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف 19 من رمضان من كل عام، إحياء لذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رائد العمل الخيري والإنساني طيب الله ثراه، قائلاً: في يوم زايد للعطاء الإنساني نستحضر قامة كبيرة بحجم زايد فيها تجسدت معاني الإنسانية وألهمتنا زرع الخير في بقاع العالم. العطاء قيمة إنسانية عظيمة نستشعر قدرها وأهميتها عندما نراها تغير وجه المعاناة وتحوله إلى أثر طيب بحياة المحتاجين، مؤكداً أن العطاء الإماراتي سيظل شرياناً نابضاً بالخير والإنسانية بقيادة خليفة ومنهجاً استراتيجياً ثابتاً في سياسات الإمارات لخير البشرية. وبهذه المناسبة غرد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد قائلاً: يتذكر العالم اليوم القائد الذي نذر نفسه لبناء وطن متحد وشعب مجتهد ونهضة ينظر إليها ويتعلم منها القاصي والداني. ويحتفل الإماراتيون بيوم زايد للعمل الإنساني بإطلاق المزيد من المبادرات الإنسانية والخيرية عبر آلاف الفعاليات الحكومية والمجتمعية داخل الدولة وخارجها. وتداول المغردون الكثير من أقوال ومواقف الشيخ زايد رحمه الله عبر هاشتاغ ذكرى وفاة الشيخ زايد الذي يتصدر ترند الإمارات اليوم. يوم زايد للعمل الإنساني في كل رمضان وفي كل مكان وفي كل زمان هناك شمس مشرقة وهناك حي تحت الثرى يشرق، إنه زايد الخير زايد في قلوبنا. نحن لا نحيي ذكرى لرحيلك فأنت في قلوبنا يا زايد، لكن بالعمل الصالح الذي زرعته فينا نشعر العالم بوجودك معنا. وإلى تويتر الخليجي ومتابعة لتطورات الأزمة الخليجية القطرية، كتب وزير الإمارات للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش عن تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس قائلاً أنها لخصت الموقف ودعت لنبذ سياسة دعم التطرف والإرهاب. وأضاف قرقاش: إذا كان الشقيق يصرخ بضرورة احترام سيادته واستقلاليته، المنطق ذاته أن للأشقاء سيادة واستقلالية في إجراءاتهم رداً على دعمه للتطرف والإرهاب. وهو ما أكده ظهر اليوم وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد عبر تويتر قائلاً: ادعاءات الحصار والتجويع باطلة وغير صحيحة، إنما هي خطوات سيادية لحماية أمننا وسلامة أوطاننا مع مراعاة العلاقات الأسرية بين شعبنا الواحد، مؤكداً أن العلاقات الأسرية والامتدادات القبلية هي الأساس الراسخ لرسم علاقات الدول بجوارها والعالم، وليس العلاقات الطارئة مع من هب وتب. وفي سياق متصل وتعليقاً على الحوار الذي أجراه الإعلامي الأمريكي تشارلي روز مع وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم عبر قناة BBS الأمريكية أمس، غرد وزير الإمارات للشؤون الخارجية ظهر اليوم قائلاً: مقابلة الشيخ حمد بن جاسم مع تشارلي روز منقوصة، دفاع ومظلومية وتودد إلى واشنطن وعدم تحمل مسؤولية عن سياسات عاذت فوضى وتطرف وصمت عن وعود نكثت. وإلى تويتر العربي الذي اشتعل بالغضب مجدداً من الإعلام القطري بعد الإساءة التي وجهتها جريدة الراية القطرية ضد هيئة كبار العلماء في السعودية بوصفها هيئة كبار المنافقين حسب ما عنونت الصحيفة اليوم الأربعاء. فكان هاشتاغ قطر تهاجم هيئة كبار العلماء هو الأكثر جدلاً اليوم. قطر تهاجم هيئة كبار العلماء لأنهم نبذوا الإرهاب والجماعات الإرهابية، لأنهم وقفوا ضد الخونة والإخوانجية وأعداء الدين. قطر ما تعترف إلا بدعاة الفتنة والمفتي العام في الإرهاب القرضاوي. أحد أهداف مخطط قطر إسقاط هيبة العلماء وتقديم الإرهابيين أمثال القرضاوي وغنيم والغرياني والمحيسني. هي نفسها الكلمات التي قالها الدواعش والقاعدة الذين كانت الجزيرة وقطر منبراً لهم، فلما الاستغراب؟